مرحبا طلاب مدرسة النبراس. فحالكم؟ معكم حلاوة رشا. الصف السادس. أن رمضان شهر الخير والبركة، لكنه أيضا فرصة ذهبية لتكونوا أكثر نشاطا وصحة. هل تشعرون أحيانا بالتعب أثناء الصيام؟ هل تجدون صعوبة في الاستيقاظ للسحور؟ أو تشعرون بالخمول بعد الإفطار؟ لا تقلقوا، اليوم سأخبركم كيف تجعلون رمضانكم أكثر حيوية وانتعاشا. السحور مهم. اختر طعاما غنيا بالبروتين والألياف وتجنب الأطعمة المالحة والسكرية. اشرب الماء. تناول الكثير من الماء بعد الإفطار وتجنب المشروبات الغازية. إفطار متوازن. ابدأ بالتمر والماء ثم تناول الشوربة والخضروات والبروتين الصحي. قلل الحلويات، تناولها باعتدال واستبدلها بالفواكه أو التمر بالمكسرات. تحرك بعد الإفطار. مارس المشي الخفيف أو اللعب بدلا من جلوس الطويل. نم جيدا. تجنب السهر لتحافظ على نشاطك في المدرسة. نظم وقتك. اجمع بين الصلاة، الدراسة واللعب لتحقيق توازن جيد. أمثلة لوجبات صحية: لحوم، خضار، مكسرات، فواكه. إذن، هل أنتم مستعدون لجعل رمضانكم أكثر صحة ونشاطا؟ اتبعوا هذه النصائح وستشعرون بالفرق الكبير. رمضان كريم يا أبطال. رمضان كريم يا أبطال.